السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. متابعة من متابعيني الكرام قالت لي طلبت مني مخلل الخيار. عملت لكم مخلل الخيار النهارده، جميل ولذيذ وطعمه تحفة يا جماعة. وهيفضل مقرمش معاكي كده لاخر واحدة. اتبعي الخطوات معايا وتعالوا نشوف الفيديو والطريقة بتاعت مخلل الخيار الجميل ده. اول حاجة هجيب الخيار بتاعي صابح وحلو كده واغسله كويس مرة واتنين وتلاتة، طبعا زي ما انتم متعودين نغسل الحاجة مرة واتنين وتلاتة ونحط عليها مية وخل كمان علشان اي ميكروبات تروح منها. تمام. غسلنا الخيار بتاعنا وكان عندي كام خيارة كده في التلاجة دبلوا، فقلت احطهم مع الكيلو اللي انا جبته علشان اخلله. بقى معايا حوالي كيلو ونص. تمام. الخيار بدل ما يبوظ منك في التلاجة، لو حسيتي ان هو دبل او مش هتاكليه، حطيه في مية وملح، هيبقى جميل خالص ويبقى خيار مخلل وهيرجع تاني صابح وجميل جدا وهتقدري تاكليه احسن ما ترميه. تمام. لو انت عندك خيار في التلاجة دبلان مش هيتاكل، اي حاجة من دي هتحطيه في مية وملح، المحلول بتاعنا اللي هنعمله دلوقتي معاكم في الفيديو، وهيبقى جميل معاك وهيبقى معاك مخلل خيار اخر جمال واخر طعم. غسلنا الخيار بتاعنا كده غسلة حلوة ونضفناه كويس عشان الميكروبات طبعا. ما ينفعش ان انت تغسليه مرة واحدة، لا لازم تغسليه مرة واتنين وتلاتة، وكمان تحطي عليه مية وخل، وبعد كده بتبتدي تخلليه. واي خضار تعمليه بالطريقة دي. تمام. معايا بقى الخيار بتاعنا بعد ما غسلناه ونضفناه، معايا توم، معايا نعناع فريش، معايا ملح خشن او ملح صخري زي ما تسموه، ومعايا مية مغلية ومعايا خل. تمام. مية مغلية دي وباردة. تمام. يعني حابة تحطيها سخنة عشان تاكليه سريع مفيش مشكلة. لو هتخليه شوية بتعملي المية تغليها وتبرديها. هنيجي بقى بالعلبة بتاعتنا الجميلة دي، هنحط في قعر العلبة كده نعناع وتوم زي ما انت شايفة كده، وهنبتدي نرص الخيار بتاعنا واحدة واحدة كده نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان حاجتنا تزيد بركة وتبقى حلوة وتزيد البركة فيها. تصلي على النبي وتسمي بالله قبل ما تبدأي في أي حاجة هتعمليها صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله وبسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنرص الخيار بتاعنا الجميل كده ونسويه جنب بعض ونكبسه كده، نخليه ما فيش يعني نكبسه ببعضيه. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. رصينا الخيار بتاعنا، ولو عندك برطمانات ازاز ممكن تعملي فيها. هنحط بقى عودين نعناع فوق الوش كده وشوية التوم بتاعنا، ونحط الملح. الكيلو الخيار ده بتاعنا او كيلو ونص هياخد معلقة ونص ملح او معلقتين لو انت عايزاه حادق شوية. تمام. من الملح الصخري ده، وخلي بالك من الملح الصخري ده بيحيق زيادة عن الملح الناعم. هنحط بقى مع كوباية خل صغيرة او فنجان من اللي هو بتاع القهوة خل. تمام. خل ابيض، خل تفاح، يبقى جميل جدا. هننزل بالمية بتاعتنا بقى، وزي ما قلت لكم انا لو حباها تحطيها سخنة وتاكليه في يومها مفيش مانع. حابة هتخليه يوم او اتنين او تلاتة بتغلي المية وتبرديها. تمام. قولوا لي تمام يا محمد، تحطي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسيش معلقة السكر اللي هتقرمش لك الخيار. هجيب طبق بقى واحطه على الخيار بالشكل ده او اي حاجة عندك تحط في العلبة، وهكبس الغطا عليه كده مش فيه هوا خالص لان انا مش هحط كيس، فبكبس غطا العلبة او البطرمان وتقفليه كويس. وهنسيبه بقى يومين اتنين، وتالت يوم تفتحي عليه وتاكلي منه. انا بصراحة اكلت منه تاني يوم يا جماعة. ورجعت لكم تاني بالخيار المخلل وهنفتح عليه. الله على الجمال، ايه الجمال وايه الطعامة وايه الحلاوة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنطلع الخيار بتاعنا مقرمش بقى وجميل جدا، وطبق يفتح النفس على الاكل، واحلى ب100 مرة ب1,000,000 مرة من اللي بتشتريه من المحلات. اعملي حاجتك في بيتك بنظافتك وبنفسك الحلو في الاكل. ووفري يعني كيلو الخيار ده انا جبته ب15 جنيه. الطبق الخيار ده ممكن تجيبيه ب15 جنيه.
لو جاهز ممكن تجيبيه ب15 جنيه. يعمل معاكي 4 أطباق أو 5 أطباق، حسب أكلك بقى طبعا، وحسب عدد أفراد أسرتك انت بتعملي ايه، وايه اللي يكفيهم. تمام. يعني التوفير يا جماعة بجد. الخيار ب15 جنيه هتوفري فلوس كتير بال15 جنيه. تمام تمام. ممكن بقى تقطعيه بالشكل ده، وممكن تقدميه سليم انت وراحتك. زي ما انت شايفة كده، اجمل طبق خيار هتاكليه يفتح نفسك ونفس جوزك واولادك. جميل جدا بجد يا جماعة، وتحفة، وطعمه تحفة بجد بجد، طعمه تحفة. الفلفل بقى اللي انا كنت مخللاه معاكم، طبعا الفيديو عندكم في القناة. زي ما انتوا شايفين كده، ده اخر شوية بقى بوريكم اهو ان هو لسه بحاله اهو. والله يا جماعة لسه بحاله مقرمش وجميل. هنخلي الخير غيره بقى ان شاء الله باذن الله، عشان ده خلاص اخر اكلة منه كده، خلص. وكمان كان عندي كام ليمونة كده، فضيت البطرمان وحطيتهم مع الفلفل اهو. الفلفل والليمون اللي انا كنت مخللاه معاكم من حوالي 15 يوم تقريبا اهو. زي ما انتوا شايفين الليمونة صاحية زي ما هي صاحية صابحة زي ما هي، وماسكة نفسها اهو زي ما انتوا شايفين، وطعمه تحفة. بقى معاكي طبق مشكل خيار وفلفل وليمون. لو حبيتي ان انت تشتريه من بره، والله يا جماعة فوق ال30 جنيه اهو. زي ما انت شايفة، في خلال ان انت ممكن تعمليه ب10 جنيه اهو. زي ما انت شايفة. بذمكم يفتح النفس ولا لا؟ لايك وشير بقى للفيديو. استودعكم الله، ومع الف سلامة.